مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. اكيد اول شي نبدي بيه الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. رجعت لكم يا حبايبي بيوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. ممنونة كل تعليقاتكم بالفيديو السابق، فديتكم حبايب قلبي. ربي لا يحرمني من عندكم ولا يحرمكم من عندي بحق محمد وآل محمد. بنات، كم فيديو يوم أنا هسه حاليا بالبيت. اجيت ايش وقت؟ اجيت البارحة بالليل. كلش بنات احس روحي سعيدة اليوم. ليش؟ قولوا لهم علي ليش تحسين روحك سعيدة؟ شوفوا ليش احس روحي سعيدة، لان وفرت الام كل الاشياء اللي تحتاجها بنفس الوقت، وموفرة البيت وكل الاشياء اللي يحتاجوها. فكلش احس روحي سعيدة، لان بناتنا ترى اهم شيء بالحياة، اهم شيء بالحياة يعني الصحة. طبعا هي شيء اكيد، صحتك وعافيتك هن ذني اهم نقطتين، وبعدها انت تكون متوفر عندك كل شيء بالبيت اللي تحتاجه. فهنا تصير انت شنو؟ بقمة السعادة. اليوم انا قاعدة احس روحي بقمة السعادة، بما انه خليت امي مرتاحة. والله وكم دعوة من امي، يا رب العالمين يستجاب طبعا دعاء الام. احس روحي بعد اسعد، لان حتى ذيك الساعة والله قبل شوي دقيت عليها تقول لي مش قد دعيت لك. والله يعني بنات، يعني دعوة الام كبيرة عند رب العالمين، واحنا امهات ونعرف ايش قد دعوة الام يستجابها رب العالمين. أريد رب العالمين يحفظ لكم أمهاتكم بحق محمد وآل محمد. الأم ما تتعوض بنات، كذب 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 كذب، الأم تتعوض، مستحيل الأم تتعوض يعني. فإن شاء الله رب العالمين يقدرنا ونقدر نرد لهم ولو جزء بسيط. رحت طبعا جبت لها لحم مثروم مثل ما شفتن، وجبت لها لحم عدل. بنفس الوقت طلبت من عندي خطية خبز بالدهن. هسه تقولوا لهم علي مو زين عليها الخبز بالدهن، أعرف والله، بس هو هذا كان طلبها، فنشفتهن من الدهن بالكلينت، ما خليت بين قطرة دهن. بنات قطرة دهن ما خليت بيه. كلش تحبني وتقول يعني من اشرب السكان شاي اكله ويا السكان الشاي. سويت لها كم قرصة خبز، اكلت من عندها الباقي ضميت لها اياه بالثلاجة. جبت لها اللحم مثل ما شفتها، سهمته وفرسته، بنفس الوقت طبخت لها فاصوليا واللحم وسهمت لها اياه وخليت لها بالمجمدة. طبخت لها اللي كان موجود عندها، رتبت لها المسواق، سوقت لها، نظفت لها، ما خليت عندها اي شيء. ليش اقول كان اليوم انا سعيدة؟ والله يا بنات الفترة اللي فاتت والقرآن وانت انا ما محلفاتني. صح انزل لكم، صح يعني ملتهيه بشغله وبيتي، بس انا بالي كله وتفكيري يا ماما. والله بدون لا مبالغه ولا ابد، تردن تصدقني تردن تكذبني. المهم الحمد لله والشكر رب العالمين على كل حال. فهنا أنا رجعت للبيت شيء اكيد، والحبشكلات اللي اشتريناها بالفيديو السابق اللي اشتريتها الي والبيتي ما شاركتكم بيها يا حبايب. طبعا الطباخه هنا استخدمتها بنات، ولحد الان ما جبت له النقطه اللي خاصه بي، النقطه الحجريه اللي خاصه بي. ليش؟ النقطة هسه عندي حجرية بديك الجهة منك، بس بنات ديك ثلاثية. لأن أبو علي شو مسوي لي أنا بذاك الطباخ السابق؟ شوفن دائما يجي الواير قصير بذن الطباخات، فأبو علي طول لي واير بي خلالي هذا الثلاثي، فجاب له نقطة خاصة إله، تعرفون يعني يمكن فيديوهات سابقة شاركتكم بي. فهسه هذا جيت أرد أخلي فما يرهم، قلت خل أقضى بيه هسه هذا هنا. بس بنات صراحة خطر، لازم أجيب له النقطة الحجرية، يلا أأمن من عنده. قلت خل أجربه هنا، وصلوات على محمد النار مالته تخبل، أحسها حتى أقوى من ذاك، ما بس ما أدري يجوز لأنه جديد، ناره كلش قوي. فهنا حاولت إنه أنصيه. شفت هنا دا أسوى هذا بنات، راح أسوي لكم حلا يخبل بنات. نزلت على الانستا هواي بنات، على الانستا قال لهم علي فدوى الطريقه اريدها، قلت لهم طبعا شي اكيد الطريقه موجوده، راح انزل على اليوتيوب، لان انا انزل على انستا المقاطع القصيره يعني كامله وانزلها، مو انزلها يعني بالتفاصيل. شوفوا انا ايش قاعد اسوي وين، وجيت شفت الحليب واشتهيت القهوه اسويها بالحليب. الحليب هذا شفتوا بنات العلبه، حليبها شو خبطت مدرس من عنده، شفته ثقيل كلش عجبني، قلت خل اجرب، وهماتين اجرب الطباخ مالتي. هنا قاعد اشتغل انا، قاعد اشتغل بيمن، قاعد اشتغل بالحلا اللي اريد اسويه بالبسكت. تمام، عندي هنا البسكت راح شنو؟ راح انعمه. شفتني شلون خفقت الكريمه، اللي عندي باكيت واحد مالتي كريمه فخفقته بيه. البسكت هذا انا جايبته بالكاكاو بنات، عادي اذا ما متوفر عندكم البسكت بالكاكاو تجيبون البسكت العادي هذا بالربع ابو الشاي يعني. هنا شوفوا احنا نقدر شويه نغشش
بعض الأكلات اللي عندنا بالمواد المتوفرة عندنا. المفروض إنه أخلي لها زبدة، فأنا ما متوفر عندي زبدة، فعادي خليت لها هنا زيت، خليت لها كوب زيت على خاشوقة مال كاكاو، وراح أرجع شنو؟ راح أرجع أعجنها بالحليب. إيش أعجن هذا البسكت اللي طحنته بنات، مرتب يدي والله ما طحنته بالطاحونة، أنا أقدر أخليه بالطاحونة تخليه كان يا طحين، بس ماكو داعي. وبنفس الوقت أريد أوفر للبنات اللي ما عندها متوفرة طاحونة هاي السوالف. فراح هنا الطريقة تصير كلش واضحة قدامكم. هنا بعد مو مال خاشوقة لازم أستخدم إيدي، لأن أنا شنو أريد أعجنها وأسويها شلون العجينة بس قوية بنات. شوفونها شلون العجينة بس قوية. هاي شنو البسكت، وخليت عليه كوب من الزيت، وخليت عليه خاشوقة من الكاكاو. خلص راح شنو؟ راح أجيب ورق مال زبدة وأفتح هاي العجينة اللي سويتها. هنا راح أستخدم اليوم شنو؟ راح أستخدم وياكن الشيبك. حبيباتي ما أريد أكلف عليكن اللي ما متوفر عندها شيبك، حتى لو تجيبي لك بطل أي والله، وتقدرين تفتحين هاي العجينة بكل سهولة. بس ضروري إن أوراق الزبدة، لأن إحنا من نريد نجلفها، لأن هاي العجينة بنات رقيقة، هو شنو بسكت، فمن تجين تسويها لازم ورق زبدة تخلين فوق وجوا ورق زبدة، والعجينة تصير بالنص. فتحنا العجينة هنا، راح نجيب الكريمة اللي سويناها، اللي هسه سويتها وياكم، ظرف واحد والله من الكريمة، ظرف واحد. شوفوا سوالي كمية كلش كافية. طبعا ذن هنا هسه بس باكيتين بسكت، أنا جايبة 4 بواكيت بسكت، بس راح أسوي كن الكمية صغيرة على مود تشوفوها، وأنتوا بعد بكيفكم تقدرين تسوين 2 نفسيتها هي هاي. إذا عائلتك كبيرة 2 كل باكيتين بسكت تسوينهم بوحدهم. راح شنو؟ راح نمشي الكريمة كلها على القطعة هذا مالت البسكت اللي عاجنيها احنا، وراح نبدي نلفها بكل دقة بنات، لأنه وش قلت لكن العجينة كلش رقيقة، عجينتها بنات صارت تخبل. لو تشوفون الطعم والله جربانها بنات، الطعم كأنه ما تاكلين آيس كريم. آيس كريم احنا هاي التلفزيون مالتنا نخليه صادق على هاي آيس كريم، النهار كله التلفزيون على كراميش. والله فاك حلقة هيك بنات، أنا ما شايفة هذا جيل هسه، عمي يستر الله من جيل هسه، لا شايلي ولازمين الموبايل يفك حلقة هيك على الموبايل. شو معلمك؟ شو مفهمك؟ شو مفهمك بهذا موبايل؟ تلفزيون هسه كله النهار كله احنا خاليه على كراميش، يعني والله قوة المغرب نعلقه شوي على القرآن والصبحية، والباقي كله على كراميش. فهاي آيس كريم حافظيها احنا من قد ما النهار كله التلفزيون على آيس كريم. المهم فهنا أنا خلاص شفتني شلون برمتها، شلون برمة تخبط. خليتها هي ورق الزبدة وين؟ تخليها بالفريزر مالتك، بالمجمدة بالفريزر، خليها 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات إذا ما مستعجلين عندك، مو مثل أني اللي اللي الناس اللي عندي واقفين، أنا وين أقدر أخليها عمو هواي فترة، والله العظيم ما أقدر أخليها هواي فترة. هيك كل ساعة ها ماما ما كملت، ها ماما ما كملت، عم صبر ومتطي طعم أكثر وأحسن. راح شو نسوي وياه؟ راح نسوي وياها عصير. احنا اليوم راح نسويه بالبيت. هسه تقول لي معلي شنو هاي؟ بنات ابو البهارات ابو الاعشاب، قولوا له نريد شاي كركديه. هذا شوفنا هذا الايرانيين يسووا شاي خدروه تخدر، يعني ايرانيين يخدروه يحطون عليه شكر يشربوا شاي حار. والمصريين اي والله المصريين يسووا عصير كركديه نفس هاي الطريقة، ينقعون لمدة يوم كامل ويطلعونه يصفونه ويطلعوه يخلون عليه شكر وقطع مال ثلج، يصير عصير يجنن. فأنت نشتري نسوونه بس بنات شافت العصير مالته شلون يخبل. هذا شوية بقى زايد عندي من رمضان، فقلت ليش باقي، وبما انه مسويه حلا فخل اطلع اليوم واسويه وهذا يومه. ايش خليت هنا؟ المفروض انه شنو اخلي مي حار انا، بس انا ما خليت مي حار، ما كان متوفر عندي يعني قبل انا احمو هاي، فقلت خل واخليه على نار هادئه بنات، نار هادئه هماتين اريده يستوي على راحته، مو يستوي يذب لي هذا اللون البي والطعم والبي والنكهات البي. خليت عليه 3 هيلات، اذا حابه مي الورد عادي حط عليه مي الورد، احنا صراحه ما حابين مي الورد اخليه عليه، مجرد بس الهيلات. اخذ له هنا فوره وحده بنات على نار هادئه. ما تردين تفورينه شو تسوين؟ تنقعيه مده يوم كامل، يتنقع عندك مده يوم كامل، تجيبين المصفى هذا مالتك وتصفينه، وراح يطلع لك يمه يا العصير مالته اللي يموت بنات. كل الزين الفقر الدم، كل الزين هذا العصير الفقر الدم. هذا ما راح نذبه، هذا نقعته وسوالي جدر بقد هاي الكميه والله بنات. هذا اللي طلعته
مجرد خليت عليه ماي ونقعته الثاني يوم بعد ما خليته على الطباخ، الطاني اللون والطعم اللي يجنن. الكمية هاي ما راح تبقى هيك كلش ثخينة، راح أخففها بمن بمي بارد، لأنه هو حار. راح أخففها بمي بارد وراح أخلي عليه مكعبات مال ثلج. بس هنا شنو؟ هنا راح نحتاج شكر. أي بنات، لأن هذا ما بيه أي حلا، هاي العشبة ما بيها أي حلا، راح نستخدم الشكر عليها. بس بنات يعني عصير بالبيت، وفوق هذا العصير صحي كل زين لفقر الدم. وثاني شيء يعني احنا مسوينه ما نخاف من عنده، ما نعرف شنو ما شنو بيه، يعني جاينا من السوق وما ندري شنو ما شنو بيه، فاحنا مسوينه ببيتنا. تدرون الشغله اللي اسويها بالبيت والله يا بنات ما يظل من عندها لو شويه، هيك شويه ما يظل من عندها. بينما الشغله اللي نجيبها من السوق لا والله القى بقايا، بقايا بالثلاجه. بس هذا الكل يدور. حتى ابو علي اليوم اجى قال اقول لكم ما ظل من هذا العصير، قلنا له لا والله خلص. طبعا بيومها جانا خطار سبحان الله، بيومها جانا خطار وقدمنا لهم تقريبا 6 قلاصات. بنات سوالي كميه معدله، تشوف انا شلون ثخين، ايش قد ما اخلي عليه مي بعده ثخين. هنا أنا تقريبا يعني قوه سيطرت على الوضع، خليتها ساعتين بس بالمجمده. وتعرفون انت الوطني يا طافيه يا جايه يا طافيه يا جايه. هنا بكل سهوله باعن ورق الزبده شلون يفيدنا بكل سهوله تطلعيها، ما يراد لها اي شيء، مجرد توخرين الورق مال الزبده. بنات طعمها يخبل والله شلون يعني هيك يخبل، ما اعرف شلون اوصف لكم وياه طعمها يجنن والله، كانما شلون قاعد تاكلين بموطه بيها كاكاو، ما اعرف الطعم حيل طيب. طبعا هاي الطريقه اول مره اسويها واول مره انزلها على اليوتيوب صراحه، واول مره اشتغل هاي الطريقه ونجحت عندي بنات. فابدا لا تخافن اللي ما مسويتها وتقول اخاف ما تنجح عندي، والله راح تنجح عندك. حتى لا ما داخله المطبخ انت ولا مسويه حلويات ولا لش علاقه بالحلويات، راح تسوين هاي الطريقه راح تنجح عندك، ما يراد لها اي شيء. طبعا حابه تحطين بالداخل مالتها ويا الكريمه مكسرات عادي خلي، بس انا صراحه ما كان متوفر عندي. فهي هيك صارت تجنن بنات، تجنن. شي اكيد هاي دولكة العصير همتين وياها لين وفرت لي كل شيء. هاي العصير كوما صار بنات، العصير كوما صار. قلت لكم يعني جانا خطار وخلينا له من عنده يومين احنا نشرب بي لحد البارحه. من رجعت من اهلي بالليل ابو علي قال ما عندكم بقى من هذا العصير؟ والله طيب. قلنا له لا والله ما بقى، يعني ما لي يضل يومين مستحيله. يعني صار بنات تقريبا شقل لكم بالخمس دوالك من هذا العصير، بس شويه شكر يعني خذ من عندي شكر، لان هو ما بي اي شكر بنات، بس طعمه يخبل والله. طبعا وسهمنا وسهمكم مليون عافيه حبايب قلب. هاي البارحه من اجيت شي اكيد من اجي ما اجي ايدي فارغه شي خلصنا عم اذا اجي فارغه والله العظيم. شوفوا بنات جهالي انا هماتين ما ادري والله معودتهم، بس والله بنات استمتع. لا توحنا عليه من جاي نركض يا الحبايب غير جهالنا. هسه هم وينهم؟ انا جهال كلها كبار وصيح جهالي، والله هو اصغر واحد زيد وصيح جهال. يعني حتى ابو علي من جاني قلت له الجهال شلونهم؟ يعني ايش سالفتي بالجهال؟ هم وينهم الجهال؟ كلها زلم ونسوان اي والله، بس انا سالفتي الجهالي وجهالي. الحمد لله رب العالمين يحفظهم ان شاء الله. فشي اكيد جبت لهم وياي لفات، قلت لهم متعشين بعدكم؟ قالوا لا والله ماما عندنا تمن ومركه بقى من الظهر وما نشتهي ما حمينا ولا اكلنا. فقلت لهم خلاص راح اجيب لكم وياي لفات واجيب لكم بيبسي على هذا شو اسمه. نزل ابو علي طبعا جابهن ذن وجابوا هذا وياه وشي اكيد هم حاطين وياه عنبه تخبل وخالين وياه هاي الزلاطه وصاص. هاي اللقطه جايه كم بالغلط، لان هاي اللقطه نزلتها انا على انستا، فاجتكم بالغلط عادي تحملوا انتم هاي السوالف مالتم عالي التعبانه. لازم تجي كاللقطه منا ما بيها اي مجال. كل فيديو هاي بنات تتعودوا عليها كل فيديو. هاي اليوم الصبح ما كان عندنا بيض، وصينا والله بس عليه بيض. شو جايبين جبن وياه نعم الله عليهم. بنات هاي القوطيه سعرها 2000. اليوم انا سالت ابو علي كتب عليها شلون سعرها؟ طبعا بين فتره وفتره ابو علي جبنا من الجبن مالتها طعمها حيل طيب بنات، بشويه ملوحه حيل طيب، يحسسني شلون جبن قبل جبنه الصباح. هو تقريبا شلون جبنه حتى مكتوب عليه جبنه الصباح، طعمها مالح. جاب لنا طبقه بيض وجاب لنا هذا الجبن. احنا عندنا مربى بالمجمده بالثلاجه يا مجمده قلبه سلف بالمجمده. انا بنات ما قاعد تجمد ذاك التجميد، تدرون انا متوهوه اريد اجمد بيها بانيه ومتوهوه ما جاي القى شيء جامد بنات، القاه بارد بس ماكو تجميد يعني ذاك التجميد. يعني سبب الكهرباء ترى زينه، كهرباء زينه ترى هاي الفتره خير ونعمه، والله شو نقوم نكذب يعني زينه.
ساعتين بساعتين دا يطوها، يعني أحسن من قبل، والوقت شوية هم غير. فما أعرف صراحة متوهوة، أريد أجمد بانية ومتوهوة هاي الحبايب، أشوف تاليها شلون يعني. طبعا هذا الريوق مالتنا هماتين، وسهمنا وسهمكم مليون مليون عافية حبايب قلبي.